مساء الفل عليكم. استكمالا لسلسلة تجربة الأسماك الغير تجارية والغير مألوفة، النهاردة معانا سمكة البغبغان أو الحريد، وطبعا واضح ليكم جدا بيسموها ليه بغبغان. بصوا جمال أسنانها. وطبعا السمكة دي من الأسماك اللي أول ما تشوفها تقول على طول سبحان الله من جمالها وجمال ألوانها. في منها أنواع كتير وألوان كتير زي الأخضر والأحمر والأزرق. بتعيش جنب الشعب المرجانية، وأكتر حاجة بتميزها هي قشرتها الناشفة جدا والكبيرة. تخيل بقى القمر ده بقى أرخص من البوري. ودلوقتي بقى هناخدها نسويها ونجرب ناكلها مع بعض، يلا بينا. وادي يا جماعة سمكة الحريد أو سمكة البغبغان. بعد ما سويناها عملنا نصها مقلي ونصها زيت وليمون عشان نعرف نعمل التجربة كاملة. يلا بينا بقى ندوق واحاول اقرب لكم الطعم على قد ما نقدر. نبتدي بالمقلي. نشوف أول حاجة الشكل. يعتبر فاتح، مش ابيض ناصع زي الصدف، بس برضو فاتح. بسم الله. مش عارف اقول لكم ايه. لما السمك ده البغبغان اللي هو الحريد يوصل ان هو يبقى ارخص من بوري المزارع لمجرد انه سمك مش تجاري ومش معروف ومعلوش طلب، يبقى خساره ان احنا نسيب الخير ده وناكل اسماك المزارع. مش بقول ان اسماك المزارع وحشه، بس ده حاجه بص جمال. ده حاجه رباني بتاكل في البحر من خير ربنا، بلدي. اول حاجه بالنسبه للتكتشر اللي هو القوام، فهو مش ناعم قوي زي الاسماك اللي بيبقى لحمها كده مزفلط، ولا برضه خشن زي الدنيس مثلا. هو وسط. بس اهم شيء ان لحمته كثيفه وجلسه وتحسها فصوص كده، فيعتبر خامه ممتازه. تقدر تقليه، تشويه، تعمله شيش او تشويه على الفحم. مش هيفرول معاك، يعتبر طري ومش متفل. اقرب حاجه للقوام بتاعه هي انواع الوقار او الهامور اللي هم زي الكشر والملص، او برضو القاروص الصغير اللي هو بيبقى 300 400 جرام اللي بيبقى لسه ما فيهوش دهون. بالنسبه للطعم هو حلو، ما فيهوش اي زفاره او ريحه مش حلوه، ولا في مثلا طعم غريب او افتر تيست مش حلو. طعمه قريب جدا من طعم الوقار اللي هو الكشر او الملص. وانا عارف ان في ناس كتير جدا هتتضايق من المقارنه دي، لان الوقار معروف ان هو من اغلى الاسماك، والبغبغان معروف ان هو من ارخص الاسماك. بس ده رايي الشخصي. هو يمكن بس لحمه ما فيهوش دهون كده مثلا زي الدنيس والبوري، فتحسه مش جوسي، بس في نفس الوقت مش ناشف قوي زي الوقار. نقدر نديله تقييم فوق الوسط، وبالنسبه طبعا لسعره فتقييمه ممتاز. تعالوا نخش بقى على المشوي. يلا بينا بسم الله. والله تحفه. بس يمكن دي عكس الصدف. دي عجباني في المقلي اكتر من المشوي. الصدف كانت عجباني في المشوي اكتر من المقلي. ملخص الموضوع يا جماعه، سمكه بحر احمر سمكه نظيفه رخيصه جدا، من ارخص اسماك سمك البحر الاحمر، وللاسف بقت ارخص من زي ما بقول لكم من بوري المزارع. لازم تجرب ولازم تشوف، وده يعجبك وده ما يعجبكش، لان البحر مليان سمك. يا جماعه جربوها وعلى ضمانتي. يلا باي باي. لو عجبك الفيديو ده يا ريت تعمل لنا لايك وفولو، ولو انت على اليوتيوب تعمل لنا سبسكرايب عشان يوصلك فيديوهاتنا الجديده. باي باي.